هقول لكم على كم معلومه عشان خاطر وانت بتعمل الفراخ الشيش المشويه على الفحم، او الفراخ اللي بتنحط في الشبكه اللي هي التفتيح بالعظم، لما بتحطها في الشبكه وتحطها على الفحم، والفراخ الشيش اللي بتحط في السياخ. دلوقتي انت لما بتسويهم وتاخد لون السوا بتاعتها، يعني خلاص المرحله الاخيره، خلاص درجه اللون بتاعت السوا بقت خلاص تمام واستوت، وبتبدا تنزلها من على النار، بتيجي تاكلها بتلاقي داخل اللحمه دم، او داخل الفراخ اللي محطوطه في الشبكه بيكون داخلها دم. دلوقتي كم معلومه كده بساط. دلوقتي لما بتنزل الفراخ على الفحم، طبعا الفراخ دي بتاخد درجه غليان الفحم وبتاخد درجه الحراره بتاعه الفحم. فكم معلومه كده اجمال. اتمنى لو انت اول مره شفنا على اليوتيوب سريعا كده فضلا وليس امرا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. دلوقتي الناس لما بتيجي تفتح الفراخ اللي هي بالعظم، تمام، دلوقتي لو انت بتفتح الورك او بتفتح الصدر، لما تخبط في العظمه او تكسر العظمه، لما بتحط الفراخ دي في الشبكه وتحطها على الفحم، العظم ده مع السخونيه ومع الفحم لما بيكون والع تحت الفراخ بمستوى عالي، بيبدا الفحم ده مع السخونيه بيبدا ان هو يطلع مع درجه غليان العظم في الداخل، يبدا فيه ماده زي نظام ماده اللي بتكون دم، او الماده اللي بتكون داخل العظم. لو في اي خدش في العظم او اي خبطه في العظم او اي كسر في العظم، الدم ده بيطلع من العظم بيفضل فيه اللحمه وما بينشفش. وكذلك الامر في الفراخ الشيش دي. الفراخ الشيش زي ما حضراتكم شايفين، يعني لو خدت بالكم ان الدبوس ده مفتوح، العظمه بتاعت الدبوس مش مكسوره او فيها اي خدش بالسكينه. ليه؟ لان الخبطه اللي بتبقى في العظمه او الفتحه اللي بتبقى في العظمه، لان بلاحظ ان بعض الشيفات او بعض الناس على اليوتيوب بتكسر العظم، فبرضه بقول لك احنا بنفتحها كويس وبنحطها على الفحم من ربع ساعه ثلث ساعه، وبرضه بنلاقي الفراخ طالعه فيها دم. ده افضل شكل وافضل لون للفراخ الشيش زي ما حضراتكم شايفين. وفي بقيه الفيديو هنجيب لكم برضه الفراخ اللي هي في الشبكه ولكن اللي هي المخليه. دلوقتي لما باجي افتح الشيش او بقطع الفرخه 12 قطعه بالعظم، لما باجي افتح الدبوس اخلي العظمايه اللي في قلب الدبوس سليمه زي ما هي، ما نخبطهاش بالسكينه من عند المفصل او نفتحها من عند المفصل. لما بنعمل فيها فتحه صغيره او بنشيل القرقوشه اللي هي على العظمه، بالتالي يبقى انا كده فتحت مجرى او فتحت مكان ان الدم يطلع من العظم ده ويفضل فيه ويفضل يطلع من العظم ويفضل فيه اللحم. لما باجي اكل بحس ان الدبوس او الجناح او كذلك الامر الفراخ اللي هي المشويه بشبكه بالعظم، بلاقي ان فيها دم ما بين المفاصل او في الوراك او الكلام ده كله. انت تقدر ان انت تخرج العظمه من المفصل من غير ما تكسرها، تقدر ان انت تخرج العظمه بالمفصل من غير ما تخربشها، او غير ان انت يعني بمعنى اوضح ان انت تعمل فيها ثقب او تعمل فيها اي حاجه، بحيث ان الثقب ده لما بيحط الفراخ في الشبكه، كمثال الفراخ اللي قدامكم ديت لما تحط في الشبكه وفي اي ثقب في الفراخ او في العظمه ذات نفسها مع درجه غليان الفحم زي ما حضراتكم شايفين كده، بيبدا الثقب دوت تطلع اي ماده داخل العظم. فالماده ديت ما بتنشفش، بتفضل في اللحوم او تفضل في المفاصل ما بين اللحم وما بين المفاصل، ما بتمشيش. اما لما تبقى العظمه مش مختوشه او مش مكسوره او ما فيهاش اي حاجه، بالتالي العظمه هتنشف وهتنحرق، وفي نفس الوقت مش هتنزل اي ماده فيها داخل العظم. افضل ان الفراخ اللي انت لو هتعملها في الشبكه اللي هي بعظمها مش بتكونش مخليه زي دي، ان انت لما تبدا كبدايه تسويه ما تحطش الفراخ على النار حاميه كمثال. لان اول ما بتبدا تحط الفراخ على نار حاميه، الفراخ النار بتكون شديده تحت الفراخ، الفحم مثلا او النار اللي احنا حاطينها بيكون شديد، بيبدا يسوي الفراخ بسرعه جدا ويكون من الداخل لسه ما استوتش. انا حبيت اوضح لكم المعلومات ديت، واني يعني لقيت اكتر من كذا واحد بينزل فيديوهات ومش قايل الحاجات دي. فانت دلوقتي لما بيكون درجه الفحم عاليه بيكون متوسطه. لو انت مثلا بتسوي في البيت او كل ام او كل ست بيت بتسوي في بيتها الفراخ، لازم تاخد بالها من النقطه ديت، تخلي نسبه بسيطه جدا في البدايه، لان لو انت مش محترف في التسويه مش هتعرف ان انت توصلها للشكل الجميل زي ما حضراتكم شايفين كده. يبقى احنا نعمل ايه كمثال؟ نحط حاجه خفيفه خالص من الفحم، اقل حاجه نحط يعني ايه فوق 2 3 سم فحم وارتفاع 10 سم للفراخ. بعد ما نبدا نشمع الفراخ زي ما حضراتكم شايفين، نبدا نلفها على الفحم بالراحه كده، ونبدا ان احنا نقلبها على الاربع جناب، يكون الفحم تحت الفراخ حاجه بسيطه. ليه؟ لما تبدا الفراخ تصفي الميه اللي فيها خالص وتصفي الدم على نار هاديه، على نار هاديه. بعد ما اسوي على نار هاديه زي ما حضراتكم شايفين كده، ابدا ان انا بقلب زي ما قلنا، نقلب على الاربع جناب كده. احنا قلبنا الفرخه دي على الاربع جناب. بعد كده نبدا نجيب فحم من بيت النار زي كده، فحم يكون والع جامد،
او فحم يكون كويس، يكون مستواه حلو، وابدا ان انا افرد عليه قد الوش الاخير للفراخ اللي هو بتاع السوا. بس لازم ان احنا ناخدها على نار هاديه، ما نحطش نار شديده تحت الفراخ مباشره في اول ما بننزل عليها، لا بنحط نسبه بسيطه من الفراخ. بعد كده نبدا نقلب على الاربع جناب، العظمه بتاعت الدبوس او اي عظم في المفاصل ما يكونش مكسور، بحيث ان هي ما يطلعش دم. تمام، حلو كده اهو كده. احنا بنقلب وبنفضل ان احنا نسيبها بعد ما نقلب كده على كل وش بنديها دقيقتين او 3 كحد اقصى على الفحم. بعد كده لما بتقعد مثلا معانا 10 دقايق او ربع ساعه على الفحم، فاضل لها دقيقتين او 3 تستوي، تقدر ان انت تحطها على نار حاميه تنشفها وتشمعها كويس من اي دم فيها او اي ميه فيها داخل الفراخ. زي ما حضراتكم شايفين كده كده، دي المرحله الاخيره. يبقى كده احنا ايه، بنبدا بالفحم على الهادي، وبعد كده بنديله فحم. لو عايزين يعني نسويها اسرع بنزود الفحم تحت الفراخ في الفينش اللي هو الفينش الاخير، سواء الفراخ ان كانت فراخ شيش او فراخ تفتيح بالعظم او فراخ بعظمها، يعني اللي هو النص بيكون سليم على بعضه بعظم زي ما هو، ما يكونش فراخ مخليه. زي ما حضراتكم شايفين ابص كده، نبدا بقى ان احنا نديها الفينش الاخير خالص بالنسبه لي التسويه. ولكن حبينا ان احنا ما نطولش في الفيديو عشان خاطر ان انتم ما تزهقوش، وان حابين نختصر الفيديو. لو انت اول مره شفنا على اليوتيوب اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. اتمنى تسمع الفيديو ده للنهايه وتبعته لاكتر عدد من الناس عشان الناس تستفاد.